عايزه اجرب اعمل الاندومي بطريقه جديده. هي مش جديده على الناس، يعني هي جديده بالنسبه لي انا، يعني عمري ما جربتها قبل كده. بس سمعت ان في ناس كتير بتقول ان هي بالطريقه دي بتبقى طعمها حلو قوي كده وبتبقى مختلفه. انا كسرت الاندومي كده، بس عايزه اقول لكم وانا عماله اكسر فيه راحت البهارات بتاعته هي كمان اتفرقعت جوه واتكبت جوه، فهي حاليا البهارات هنا. فانا بحب اكسرها صغير قوي عشان بحب اكلها بالمعلقه. دلوقتي بقى انا هعمل ايه؟ ولا اي حاجه خالص. بصوا انا هحط ميه عادي جدا جدا، وبعد بقى ما احط ميه هي اضافه واحده بس اللي انا هحطها، يعني من باب التجديد والتغيير والتجربه وكده يعني. بس مش عارفه هتطلع حلوه هتطلع وحشه، الله اعلم بقى. بصوا انا هعمل ايه. انا هحط حتتين جبنه مثلثات يسيحوا كده هنا مع الميه لحد ما الاندومي تطرى. انا مش بحب اعملها على النار، انا بحب اعملها في الطبق كده واسيبها تطرى مع نفسها. هغطس بقى الجبنه هنا كده في الميه علشان ايه؟ تسيح كده مع الميه وتبقى يعني سايحه كده، عامله زي الجبنه السايحه. انا ما اعرفش اللي انا بقوله ده هينجح ولا هيفشل، يعني ما تاخدوش على كلامي غير لما نخلص خالص وادوق واقول لكم هي فعلا طلعت حلوه ولا وحشه. وانتوا بقى لو عندكم طرق حلوه كده للاندومي، يعني من باب التغيير برضو والتجديد، اكتبوا لي كده في الكومنتات. يعني ممكن اجدد الاندومي ان انا اعمل ايه، احط له ايه اضافات. انا هجرب كده بالجبنه، انا اصلا بحب اي حاجه فيها جبنه، انا من عشاق الجبنه عموما. بس انا متفائله خير وحاسه ان هي ان شاء الله ان شاء الله هيبقى طعمها حلو. محدش يحكم عليها دلوقتي، هي لسه صايصه. هستنى بقى لما الاندومي تبرد خالص والجبنه تسيح خالص، واكيد اكيد هنشوف النتيجه مع بعض. والان مع المفاجاه الكبرى. تعالوا اوريكم الشكل الاول. بصوا بقت كريمي جدا. محدش يقول لي هي فيها ميه، المفروض ما يبقاش فيها ميه. انا بحب فيها ميه، انا هاكل اللي انا بحبه. انا بحب يبقى فيها شويه شوربه كده. بصوا بقى، بصوا بقت عامله ازاي، شكلها تحفه. يا رب طعمها يطلع زي شكلها كده. هسمي الله، هي لسه سخنه اهي شويه، بس ان شاء الله ان شاء الله هقدر ادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى لما بتتقطع صغنن او لما بتتكسر صغنن بتبقى عامله ازاي، تتاخد في المعلقه كده على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ما بعرفش احكم من اول حاجه، لازم ادوق كذا مره. طعمها حلو قوي، يعني الطعم حلو، بس حاسه ان هي ناقصها حاجه. هي حدقت سنه عشان الجبنه فيها سنه حدوقيه مع البهارات، بقت حادقه شويه. بس انا حاسه ان المفروض يبقى ميكس جبن مش نوع واحد، يعني احط مثلا شيدر، موتزاريلا. هي عايزه جبنه تاني، عايزه تتعمل على النار. هي طعمها حلو بس فيها حاجه غلط. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات لو انا عايزه اعملها بالجبنه، اكتبوا لي الطريقه الصح. هي كطعم حلو، انا اكلها بالجبنه تاني. لكن برضو حاسه ان في حاجه غلط. انا هقول الحقيقه، انا مش هكدب، مش عشان انا اللي عاملاها هشكر في نفسي يعني. انا قلت لكم من الاول ان انا بجرب، يعني انا مش متاكده كنت من النتيجه. هو انا هاكل الطبق معاكم ولا ايه؟ لا كفايه قوي كده، هروح اكمل انا بقى مع نفسي.